بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده بقى عندي جولة كده جميلة. هقول لكم بقى دلوقتي هنروح فين. الاول كده انا نزلت من البيت. كنت رايحة مشوار كده. هقول لكم بصوا ده كده عند المدرسة. عند مدرسة ولادي. بصوا جنبها السوبر ماركت. انا شقتي بقى وقدام قدام المسجد الناحية التانية. هنا بقى في ظهر المسجد كده في السوبر ماركت، وفي بتاع الخضار وفي بتاع الفراخ وفي بتاع السمك، وفي الممر اللي انتوا شايفينه ده اللي عند السور الاصفر ده. الممر دوت في الفرنة بتاعة العيش اللي هي البلدي، اللي هو العيش بالبطاقة. وبصوا السوبر ماركت ما شاء الله كبير. هنا بقى كانوا ولادي رايحين يشتروا لنفسهم حاجات حلوة كده قبل ما نروح مشوارنا، وراحوا جابوا الحاجات الحلوة بتاعتهم من السوبر ماركت وجم. وبعد كده بقى هناخد جولتنا. رايحين فين؟ رايحين نشتري مشتريات الشهر بتاعتنا من هايبر. من هايبر وان، اللي هو في طريق السويس، اللي هو في مدينة بدر. بصوا بقى هنا هنا واحنا خارجين من المدينة كده عشان نطلع على طريق السويس. خرجنا كده الشارع ده اللي هو فيه المدرسة بتاعت ولادي. بنمشي الشارع ده لآخره، بنطلع على الطريق على طول. مش بنلف جوه ولا حاجة. بنمشي شارع كامل كده نطلع على الطريق على طول. رحنا بقى هايبر وان. انا حاولت على قد ما اقدر اجيب لكم الاسعار اللي انا عرفت اجيبها، لان انتوا عارفين ان هايبر وان ممنوع التصوير فيه، فمش بينفع تصوري هناك. فانا حاولت على قد ما اقدر كده اللي انا اصور لكم حاجات، يعني مقتطفات كده يعني. في حاجات كتير عرفت اجيب لكم سعرها، وفي حاجات كتير برضو معرفتش اجيب سعرها. كان في حاجات كتير جدا 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 عليها عروض. هو اصلا عيد ميلاد هايبر وان، فرع مدينة بدر. عيد ميلاده من يوم 4/10 لحد يوم 10/10. فكانوا عاملين بقى عروض كتير، وعاملين اسعار، بصراحة اسعار مخفضة جدا. في حاجات كتير او في حاجات غالية. يعني في حاجات سعرها عالي، وسعرها عالي عن بره كمان. لكن في حاجات حلوة جدا وعاملين عليها عروض. الحاجات يعني الحاجات بتاعت الأكل عاملين عليها عروض كتير قوي. هنا طبعا الست أيسول و... وعمار كانوا طبعا جايبين حلويات من السوبر ماركت، وكانوا عمالين بقى ياكلوا الحاجات الحلوة اللي هم جايبينها من السوبر ماركت وهم في العربية. بس هنا بقى هندخل دلوقتي. كنا مستنيين باباهم كان بيجيب لنا عجلة. اليوم ده كانت الدنيا زحمة جدا، ما كناش لاقيين مكان نركن فيه العربية. وما كانش فيه كمان العجلة اللي هي العربية اللي انت بتحطي فيها المشتريات بتاعتك. برضو فضلنا ندور كتير، وفضلنا برضو واقفين كتير اول حد ما لقينا مكان. هنا بقى عيالي بيحبوا يروحوا هايبر وان عشان يقعدوا في العجله كده. مالك وايسل وعمار يعني بيقعد يزقهم، بس ساعات يعني مش بيقدر يزقهم، فبابا ايه هو اللي بيقوم بالمهمه دي. بس دخلنا بقى هايبر وان. كان بقى في اول ما بندخل كده بتلاقي ناس كتير قاعده كده بيعملوا تذوق. شاي، قهوه، اسمها إيه دي، كيكات. حاجات كتير كده بقى بيعملوا منها تذوق، ويقعدوا يقولوا لك دوقي عشان تشتري منهم، واللي هم بتوع المقرمشات والحاجات دي. هنا بقى كانوا حاطين بره هايبر، يعني بره قبل ما تدخلي المكان جوه. كانوا حاطين رز وزيت ومكرونات وحاجات كتير قوي كان عليها عرض. الرز انا جبت شكارة رز اللي هي 10 اكياس. جبتها ب200 جنيه، يعني الكيس واقف ب20 جنيه. هم حاطين كده على الكيس 20 جنيه. المكرونة اللي هي بتاعت هايبر وان، اللي هي المكرونة بتاعتهم هم، اللي هي اسمها توب فاليو. بصراحة منتجات هايبر بتاعت توب فاليو تحفة تحفة. كل المنتجات على فكرة انا جربت اغلبية المنتجات بتاعتهم، جميلة جدا. يعني توب فاليو دي بتاعتهم هم.
بتاعت دي انتاج هايبر. بصوا دي الاسعار اللي انا عرفت اجيبها. بصوا اللي عليها الورقة اللي هي لونها ابيض في احمر، دي في ازرق، دي الحاجات اللي فيها عروض. اللي عليها الورقة اللي هي الصفرة العادية دي مش عليها عروض. لكن اللي هي عليها الورقة اللي انا بقول لكم عليها اللي هي لونها ابيض في احمر دي اللي هي يعني يعتبر عليها عرض، منزلين في سعرها، يعني عاملين عليها خصم. ماشي. الرز ده جبته، كان ب20 جنيه الكيس. بصراحة تحفة. انا جبت 10 اكياس، اللي هي الشكارة كلها، اللي هي الباليتا دي كلها، جبتها 10 اكياس. وعندهم بقى المكرونات بقى انواعها. الكيس المكرونة فيه بيبتدي من اول 10 جنيه، و11 جنيه و12 جنيه. وعندهم الزيت برضو عليه عروض. كان في حاجات ب310، وفي حاجات ب300، وفي حاجات ب330. وده لانشون اطياب، طبعا غني عن التعريف. لانشون اطياب ده كان بحوالي 74 او 75 حاجة كده. في منه فراخ وفي منه لحمة اهو ب75. الزبدة عندهم كل ما تتخيليه. الحاجات اللي غالية بقى، يعني الغالي عندهم، اللي هو مثلا زي الهدوم غالية جدا عندهم. شنط المدارس، حاجات المدارس غالية جدا عندهم. يعني اللانش بوكسات اللي هي بتتباع برا، مثلا تلاقيها ب50 وب60، لا عندهم ب100 وب150. يعني انا كنت شايفة الحاجات دي برا باسعار، لقيتها عندهم باسعار تانية خالص. فايه الحاجات دي اللي تعتبر غالية. بصوا دي حاجات عليها عروض، اللي هي الجبنة الموتزاريلا برضو عندهم حلوة. والقشطة دي اسمها قشطة خضراء. بصراحة تحفة تحفة تحفة. انا جبت منها. احنا كان الراجل جايب لنا الطبق ده، بس كان في كام واحدة كده مقطوعين ومفتوحين، فجوزي راح قال له لا مش عايز ده، غيرهولي. فجاب لنا واحد تاني بقى، طبق تاني هتشوفوه برضو. ايه، انا عامله لكم فيديو مشتريات. جاب لنا بقى الطبق ده كده، بصوا حلو. وبصوا ناشفه، مش يعني ولا ناشفه ولا طريه، يعني اللي هي تتاكل. انا برضو عامله لكم فيديو المشتريات. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريكم بقى فيديو المشتريات، واوريكم الحاجات اللي انا جبتها، واقول لكم كل حاجه بسعرها من الرصيد. وهقول لكم بقى ايه اللي انا عجبني قوي فيها. حاجات كتير قوي. دي لبن مزارع دينا دوت كان ب46 جنيه. الخالي اللي هو الكامل الدسم، والخالي الدسم كان ب45 اعتقد. والزبادو والحاجات دي ب22 وب23. حاجات عليها عروض ب22، وحاجات مش عليها عروض ب23، اللي هي الكبيرة مش الصغننة. بصوا ب23 اهو الزبادو. بصراحة عندهم عروض جميلة. وعندهم الزبادي برضو عليه عروض. والسمنة دي برضو انا جبت سمنة عليها عروض. يعتبر 3/4 الحاجة المنتجات اللي هي الاستهلاكية، اللي هي الحاجات اللي احنا بنستهلكها في البيت، اللي هي السمنة والزيت والرز والمكرونات والحاجات دي كلها، يعتبر كلهم عليهم عروض. فاللي عايز حاجة ينزل هايبر فرع مدينة بدر. بس هو دلوقتي بيتهيألي عامل في كل الفروع. لما بيكون عنده عيد ميلاد بيعمل في كل الفروع. انزلي وهاتي مشترياتك من هايبر، هتوفري كتير قوي. هتوفري مبلغ وقدره، يعني هتوفري مبلغ وقدره في الشهر. وهتجيبي كل مشترياتك، وهتجيبي كل حاجتك. انا كنت كمان اشتريت من عندهم فراخ فريش. كانت الفرخة بكام، ب207 او 208. فرخة ما شاء الله 2 كيلو، ما شاء الله كبيرة. وعندهم بقى أجزاء الرومي، يعني عندهم وراك رومي، دبوس رومي، رقبة رومي.
صدور رومي، عندهم كل اجزاء الرومي. بصراحة تحفة برضو. انا كنت جايبة منهم مرة الرقبة الرومي، وكانت تحفة تحفة تحفة. جبت المرة دي وراك رومي، بس لسه ما جربتهاش بصراحة. هبقى اعملها في فيديو معاكم وهجربها وهقول لكم ايه، حلوة ولا مش حلوة. وبرضو الجبن والحاجات دي برضو عليها عروض. الجبنة الرومي واللانشون والجبنة البيضة، وحتى الجبنة العلب، كل ده عليه عروض. انزلوا هايبر وان، هتجيبوا كل حاجة من هناك، وهتجيبي حاجة السندوتشات المدارس، وهتجيبي كل حاجة. والتوست عليه عروض، والفينو والفطير والحاجات دي كلها عليها عروض عندهم، جميلة جميلة جميلة. انزلي وروحي شوفي، وان شاء الله ان شاء الله هتجيبي حاجتك كلها من هناك، وهتوفري وهتعملي، يعني هتوفري حاجات كتير قوي. زي ما قلت لكم كده، هتوفروا في مصروف الشهر بتاعك، هتوفري مبلغ وقدره. بصوا هنا كنت بجيب لهم رومي مدخن. انا عيالي بيحبوا الرومي المدخن ده قوي بصراحة، اكتر من اللانشون كمان. انا كان عندي لانشون، كان جوزي جايب لي اللي هو اللانشون الكبيرة اللي هي 5 كيلو دي، من اول الدراسة بصراحة، فبعمل لهم منها. لكن هنا عمار بقى كان عايز اللي هو الرومي المدخن. جبت له، كان بحوالي مش عارفة بحاجة و60. بصراحة كان جميل. هنا بقى كانت ستي ايسل، معاها عجلة صغننة كده بتلعب بيها. انا عيالي اصلا بيروحوا هايبر عشان يتفسحوا، يعني بيروحوا مش عشان يشتروا حاجة، لا هم بيروحوا عشان يتفسحوا ويتفرجوا ويلفوا ويلعبوا باللي هي العجلة اللي احنا بنحط فيها المشتريات دي. فعيالي بيروحوا عشان كده الصراحة، بيروحوا عشان يلعبوا ويتفرجوا على الحاجات ديت بس، لكن مش بيروحوا عشان حاجة. هنا بقى بصوا اللحمة، دي اللي هي اللحمة. بصوا اللحمة دي، اللحمة البلدي كانت ب330. وانتي بقى حسب الوزن. الممبار كنت عايزة اجيب ممبار، بس لقيته غالي جدا، لقيته بنص كيلو، اقل من نص كيلو كمان، وب190 جنيه. فقلت لا، انا هجيبه فريش احسن. هو فريش وكل حاجة، بس غالي بصراحة. فقلت لا، ايه، انا خليني اشتري من عند الجزار احسن. بصوا هو ده اقل من الكيلو، هو 600 جرام. هو قال لي الراجل، قال لي 600 جرام، بس قال لي ب190 جنيه. فانا بصراحة ما جبتوش. هو اللي انا جبته الاجزاء الرومي، وجبت الفرخة، وجبت بقى المشتريات التانية اللي انا قلتلكوا عليها. بصوا هايبر هنا ده قسم الجزارة والدواجن. بصوا الصراحة هايبر جميل جميل جميل. انزلي هاتي مشترياتك كلها من هناك. مشتريات المدارس. بصوا عندهم الفينو ده، الفينو بتاعهم تحفة تحفة بصراحة. الفينو بتاعهم جميل. كيس الفينو ب18 جنيه. بس الصراحة ليه طعم تاني كده غير الفينو بتاع الفرنة، يعني ليه طعم مختلف. هنا بقى كنت جايبه حاجات ليا، وكنت جايبه حاجات لماما. يعني كنت جايبه مكرونات لماما، وكنت جايبه لها شكاره رز زي بتاعتي دي. بصوا انا هنا كانوا شكارتين رز، عشان في واحده بتاعتي وواحده بتاعت ماما. وجبت كمان رنجه، وده هنا مكرونات لماما. وجبت كمان الرنجه عندهم ب150 جنيه، برضو جميله، اللي هي اسمها ابو السيد، دي احلى نوع رنجه. ماشي. جبت بقى من عندهم حاجات كتير قوي، هوريها لكم طبعا في فيديو المشتريات، وهقول لكم بالاسعار وكل حاجه. بس انا قلت ان اقول لكم ان هو عامل عروض، وقبل قبل العروض ما تخلص قلت اما اعرفكم، عشان خاطر تنزلوا، واللي عايز يشتري مشتريات الشهر ينزل يشتري المشتريات قبل ما العروض تخلص. هي هتخلص يوم 10، يوم 10 هما عاملينها من يوم 4 ليوم 10. انزلي بقى شوفي مشترياتك من هايبر، هتعجبك جدا جدا جدا. وكل شهر وانتوا طيبين بقى. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي، وما تنسونوش بالاشتراك وباللايك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.